أنا عارف إنك قلقان الأيام دي وحاسس إن القطر فاتك وإنك متأخر كتير في حياتك وشايف كل الناس سابقاك. عارف إنك واقف مكانك بتراقب أفراحهم ونجاحاتهم ومش عارف فين المشكلة بالظبط، تايه مع إنك جربت ومشيت في كذا اتجاه. مبقتش عارف حتى العيب فيك ولا في الحياة، ولا عارف المفروض تعمل ايه عشان تفرح زيهم. أنا جاي النهاردة أقولك ايه اللي بيحصل وايه اللي لازم تعمله. كنت قاعد مع شاب عنده 30 سنة بيقول لي كل اصحابي اتجوزوا وخلفوا وانا لسه بدور على شغل. كل ما افتح فيسبوك الاقي صورهم فرح، سفر، نجاح، وانا حاسس اني اتأخرت قوي وعمري ما هلحقهم. الجملة دي لما قالها انا اتأثرت بيها جدا، لانها مش حال شخص واحد بس، ده حال ملايين الشباب. احنا النهاردة بقينا عايشين حياتنا على مؤقت. اللي يتجوز الاول هو الناجح، اللي يشتري عربية الاول هو الشاطر، اللي يسافر الاول هو الجامد. بقينا عايزين نعمل حاجات متشابهة عشان نعجب الناس بس. طيب هل انت محتاج تعمل نفس الحاجات دي عشان تبقى شخص ناجح؟ يعني مثلا اللي سافر ده، هل انت من جواك محتاج تسافر زيه، ولا عايز تعمل كده بس عشان ترضي الناس وتحسسهم انك ناجح؟ المشكلة اننا دخلنا نفسنا في مقارنة خلتنا كلنا عايزين نمشي في طريق واحد. ده سافر ونجح والناس بتحترمه، انا عايز اسافر وانجح والناس تحترمني. يمكن طريقك غير طريقه، يمكن انت ليك حياة تانية بحسبة تانية بتدبير تاني من ربنا. ليه عايز تقارن نفسك بيه؟ الحقيقة مش لازم كلنا نعمل نفس الحاجة، لان الحاجة اللي كل الناس بتعملها تبقى حاجة عادية. لازم تلاقي حاجة مختلفة تعملها تميزك عن غيرك. ما ينفعش كلنا نمشي في طريق واحد وحياتنا تتحول لسباق. في ناس بتمشي بسرعة توصل بدري تتعب بدري، وناس بتمشي براحتها ما بتتعبش بدري وبتوصل في وقتها. التأخير مش دايما معناه الفشل، اوقات كتير بيكون حكمة. وصدقني مفيش اي حد سبقك، لان انت مش في سباق اصلا. الحياة عبارة عن رحلة وكل واحد ماشي في طريقه. ايه، حاسس ان كل الناس مشيت في طرق صح ووصلت وانت الوحيد اللي مشيت في طريق غلط؟ ما تخافش، انت دلوقتي حالا في المكان الصح اللي لازم تكون فيه، المكان اللي ربنا عايزك فيه دلوقتي عشان خطته تمشي. وصدقني خطة ربنا اعظم 100 مرة من اي خطة انت فكرت فيها. مش مصدقني؟ شكلك مش مصدقني. طب انا هحكي لك دلوقتي عن واحد اكيد تعرفه، جاك ما. وللناس اللي ما تعرفوش فهو مؤسس موقع علي بابا ومن اغنى الاشخاص في العالم. جاك ما كان مدرس انجليزي فقير في الصين، اتقدم ل 30 وظيفة واترفض فيهم كلهم. وقتها ما يقسش، شاف ان التكنولوجيا لسه في بدايتها وحس ان المستقبل هنا. ومع انه ما كانش بيعرف يستخدم كمبيوتر كويس، لكنه كون مجموعة من اصحابه وبدأوا من شقته وعملوا موقع صغير على الانترنت. وبالعزيمة والاصرار دلوقتي الموقع ده اتحول لموقع علي بابا، اكبر منصة تجارة الكترونية في العالم. تخيل لو كان جاك ما اتقبل في وظيفة من ال30 وظيفة اللي قدم عليهم، هل كنا هنسمع عنه ولا هنقول اسمه دلوقتي؟ لا، ال30 وظيفة كانوا ضمن 30 خطة من خطط جاك ما. موقع علي بابا كان خطة ربنا ليه. شفت الفرق قد ايه؟ اكيد جاك ما عدى عليه وقت حس فيه بالفشل وحس انه متأخر، لكن التأخير كان بداية رحلة عظيمة. في دراسة نشرت في جامعة كامبريدج بتقول ان الاشخاص اللي بيبدأوا خطوات كبيرة في سن متأخر من حياتهم غالبا بيحققوا نجاح حقيقي اكبر، مش لانهم اسرع، لكن لانهم اخدوا وقتهم كفاية لفهم ذاتهم ونضجوا كفاية لفهم الحياة. مش كل اللي وصل بدري ارتاح، ولا كل اللي اتأخر مدقش طعم النجاح. فيه اللي سبقك في الجواز لكنه مش مبسوط، فيه اللي سبقك في السفر لكنه وحيد، فيه اللي سبقك في الشغل لكنه ضيع صحته. ونفس الكلام ده للبنات، فيه اللي سبقتك في الجواز لكنها مش مرتاحة وبتفكر في الطلاق، وفي منهم اللي بتستحمل وتعيش مع حد مش مهتم بيها ولا مقدرها وتقول هيعيشها وخلاص، وفي اللي سبقتك في الخلفة لكن عندها عيل مريض زعلانة عليه ونفسها تشوفه زي باقي العيال. الحياة ادتنا أمثلة كتير عشان تثبت إن كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده حاجة ناقصة. وصدقني انت لو حققت كل اللي بتتمناه مش هتلاقي لحياتك معنى. لازم تفضل حاجة ناقصة علشان تعيش متعة الرحلة. احنا مش عايشين نفس الفيلم، كل واحد ليه دور البطولة في فيلمه الخاص، ليه مشهد سقوطه وليه مشهد انتصاره. احنا بدأنا بداية واحدة
لكن ملناش نفس الطريق ولا نفس النهاية. في ناس طريقها مسفلت مفيهوش مطبات فبتمشي بسرعة، وناس طريقها مكسر كله مطبات فلازم تمشي براحتها، لأنها لو مشيت بسرعة هتأذي نفسها. كل واحد ربنا حطله خطة مختلفة بطريق مختلف بنهاية مختلفة. ركز على خطواتك مهما كانت صغيرة، عيش بصدق واحلم بجرأة، وكمل طريقك مهما كان طويل، لأنك في الآخر هتكتشف إن الرحلة نفسها كانت أعظم من خط النهاية. وعيش في حياتك أنت مش في حياة الناس. اللي شايفه ناجح النهاردة عمرك ما شفت دموعه امبارح، ولا تعبه وكسرته اللي محدش يعرف عنها حاجة. لازم تركز في حياتك بس، ما تسمحش لأي حد تاني إنه يشتتك، لأن النجاح مش إنك توصل بسرعة، النجاح إنك تكمل في طريقك بثبات، إنك تقع وتقوم وتحاول لحد ما توصل، إن يفضل جواك أمل حتى لو الواقع بيأكد لك إن مصيرك الفشل. وخليك عارف إن أعظم إنجاز مش فلوس ولا بيت ولا عربية. أعظم إنجاز ممكن تعمله إنك تسيب بصمة في قلب شخص، إنك تكون سبب ابتسامة أو أمل صغير لشخص محبوس في اليأس. لو لسه حاسس إنك متأخر، فكل الناجحين حسوا بالإحساس ده في وقت من حياتهم، لكن الحياة دايما بتدينا فرصة، وفرصتك مش مرتبطة بسن معين ولا مكان معين. الفرص موجودة حواليك والقطر ما فاتكش. ابدأ دلوقتي واعمل لي فولو عشان نعيش مع بعض قصة النجاح. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. سلام.